تألق المنتخب الأردني في كأس آسيا ووصوله للمرة الأولى في تاريخه إلى الفينال. نحكيو على المنتخب الأردني اللي عمله في طريقه، كيفاش وصل للفينال. حاجة ممتازة، حاجة روعة، بقيادة المدرب المغربي حسين عموتة، قائد السفينة اللي ساهم بشكل كبير لوصول الأردن للدور هذا. شو هاي خويا احكي لنا على الأردن خويا. لا هي قصة مش وريك الكرة ما فماش حقيقة. حسين عموتة قبل أسابيع كانوا واش يقيلوا انتقادات كبيرة، انتقادات في البلاتوات، حتى في البلدان العربية، في البيل في نعشون، انتقادات في الأردن، انتقادات بارتو، شكون وهذا وخسر ماتشات كان مش يتنحى. سبحان الله. ولا يقولوا توتا توتا يحيى عموتة ولا أغنية في الأردن، الناس كنت تغنى بهذا المدرب القدير، هذا المدرب الكفء، فهمتني. وحاجة فيه معناها هو كان وفي لأفكاره أكيد. وقت الأسلوب اللي حب يفرضه وحب يلعب بيه بليتو في بلاعب الناس انتقاد كبير لهذا الاسلوب، ولكن شد صحيح. شد صحيح، وفي الاخر افكاره هي اللي كانت معناها هي اللي ربحت افكاره، وهذا هو المدرب القدير والكبير الذي يؤمن بافكاره. وفما مثل يقول لك نموت بافكاري، موتش بافكار غيري. معناها يجي واحد يقول لك لاعب لي هذا وهذا وتخسر، في الاخر انت تمشي ما يقولوش الاخر. الاردن ما كانش مرشحين حتى باش تفوتوا الدور الاول. نحن الناس الكل معناها الاردن معناها بكل احترامي لاخواننا في الاردن، سامحني انا كريت الماتشات نتاعهم سيرتو الماتش تاع البارح. لا مش لا ورا الخيال. لكن البريسينغ اللي عاملينه وقت الدنيا، وفما زاد اتونسيون فما كاليتي تكنيك انديفيدوال نحكيو عليه اللاعب. لا فما كاليتي تكنيك ما نتكلموش، فما روح، فما عزيمه، فما شو نقول لك معناها احياء لك المبادئ. يمكن نحبك المبادئ تاع الروح، تاع العرق، تاع التضحيه، نتاع واحد عيان ميت في الاخر وتلقاه مازالت له هكا هو يدافع ويلوح في الكوره محليها، فهمتني، يعطيهم الصحه. بون شو نقول لك، هذا مثال يحتذى به كما قلت لك في اول كلامي. ما قام به المغرب على المستوى العالمي، قامت به الاردن على المستوى القاري. أكيد. وليس بالسهل انت باش توصل فينال اللي فيها كوريا وفيها السعوديه، فيها اكيد اليابان، فيها قطر. قطر مازالت الصين اللي خرجت، فهمتي معناها خويا. وش نقول لك الحق، وانا تو مانيش متفاجئ انا وكل عام، وانت تعرف انت اللي رئيس الجامعه نتاع الجامعه الاردنيه كره قدم هو الامير علي بن حسين. كل عام هو قدم روحه علي بن حسين. احنا قلنا شو يقدم في روحه للانتخابات تاع رئاسه مع انفانتينو وكذا. تو جيت نشوف نلقى معناها الراجل كي يقول لك معناها يعني هو خدم رئيس الجامعه الناس خاطر وين ريت باقي في الديكلاراسيون ابري ماتش، وحتى في البلاتوات في بيين وفي ابو ظبي في الدنيا الكل. فما امراه جكروان هي اللي هي معاوضته، هي اللي شاد هي تقول احنا اخترنا عموت. هي تقول احنا اخترنا عموت. انا شنو ما نعرفش شنو المنصب نتاعها تحت الرئيس. تقريبا هي الرئيس. فوالا هي تقريبا اول مره الحق نشوف انا امراه نائبه رئيس بتاتر بعديش نقول لك الاسم نتاعها كان معايا كنا حاولنا. انا باقي نشوف فيها هي تتكلم بعد الماتشات، تتكلم على عموته وتتكلم على الدنيا الكل، فهمتني. هذا كيف هذا معناها حاجه انا مفاجاه صار معناها امراه في الجامعه الاردنيه كره القدم، قالت لك رانا اخترناها على قواعد وعلى اساس وعلى كذا وعلى شروط وكذا وكذا وكذا. ولكن فما انترفيو ما حبتش تقول، خاطر نزولها باش تقول على الراتب بتاع موته، ما حبتش تقول. ودخلوا فيها قال لك باش تقول هذا والمال العام ومانيش عارف وكذا. هو يحب الشعب، يحب العرب، يحب يشوفوا. معناها انا هذا عموته شخصيه بالنسبه لي انا حبيتها. الراجل نجح، المدرسه المغربيه قاعده تنجح. كي تشوفه هو راه نجح قبل، نجح في الواك الشامبيونز ليج مع السيليكسيون نتاع الشان، ولو فهمتني في الفيوز في يعني عنده في الفار عملوه شامبيون. عنده سي في بي اي معناها في قدر في السد ولا السد ولا اسمه. دونك شو عجبني الراجل وفي الى افكاره، عنده ثقه في روحه معناها، ولا واحد يزعزعه. واللي عجبتني يعني عندهم هذاك النجم الكبير اللي صار. مش نحكيو عليه لاعب مونبولي والمنتخب. لا مش هذا. اما النجم الكبير ما لعبوش، صارت معاه عركه. ريتوش انت ماتش تاجيكستان تاجيكستان ما لعبوش واسكيل باريس سيت اون فيديت،
وصار ما جو الايدي راه مش يلعب. وهذا بعداش دز معناها سليم فيديت شيلوي ما سيدي خلوذها على بنك الاحتياط، وفي الاخر معناها طلب مغادرة باش يغادر تربص، يغادر المعسكر، مشى روح غادي. بالرغم كيك فما ناس زاد يا خويا ريتهم يتكلموا في الاردن، لكن فما زاد ناس ساهمت في اللي وصلت الاردن. نحكيو على اللاعب موسى لا تعمل لاعب مونبلييه البارح تقريبا عمل كل شيء، يعيطوا له هو ديجا ميسي نتاع الاردن. موسى لعب 18 مباراه مع مونبلييه، يعني قاعد يلعب قاعد يشارك مع مونبلييه، وتقريبا هو نجم في الاردن. بالنسبه لي انا يا كابتن قريت الهدف نتاعو انت الثاني، يعني مو كل واحد فكرته من الزاويه نتاعي انا. النجم البارح هو الفريق، هي روح الفريق، هي نظام الفريق، هو المدرب وراها مدرب وراها افكار. الفريق معناه يتمتع بلياقه بدنيه عاليه جدا. كي تشوف انت يتجراو ساعه ونص ويعملوا في البريسينغ ويمشي ويجي ويشوطوا، مره يرجعوا للديفونس بعدين يمشيوا للاتاك. فريق كامل محلاه شو تنوع في المناورات، روح اخرى في الميدان. ما عادش اسمع ان النجوميه والفرد يذوب في المجموعه. لكن الفرديات زاد كي واحد يقلب لك ماتش زاد هو داكوردو معاك، ولكن انا ما نحطش الكل على الملاعب هذا. او ما عمل حد شيء في الماتشات الاخرين بيه. يا مرة فما ميسي واحد فما ميسي نتاع تونس ولا نتاع الاخر. هو ملاعبي ميسي واحد وميسي الارجنتين. عمل مجهود خارق العاده على الناحيه الفنيه، هدف رائع فردي، مراوغات الى فير لونغ بساقه حتى ولا سويت برافو بور لوي. ولكن الاخرين اللي وراها ال11 هو معاهم زاد، حتى هو معاهم قام بيدور دفاعي شيء كبير مهول. الناس الكل تدافع. والله البارح انا ريت حاجه سي الفوتبول توتال، الناس الكل تدافع، الناس الكل تهاجم، 10 يلعبوا الواحد وواحد يلعب ال10. مي سي كوم سا، هذو ما نحبوهم احنا الفرق. علاش حبيته انا المنتخب هذا؟ ورا معناها مبادئ اللي احنا نسيناها، مبادئ والروح والدنيا والجري والواحد وكذا والسكيت، ومدرب وراهم وافكار وجامعه زاد كيف معناها نسبوه البارح التأهل هذايا ماهوش في عموته وحده ولا في الوليد هذايا ولا في كذا. هذايا نجاح جماعي لا اكثر ولا اقل. ولو ان يقولوا ان فما مثل اللي يقول انا الهزيمه يتيمه. ما معنى الهزيمه؟ هزه واحد برك اللي هو المدرب واسمع. ويقول لك فما زاد مثال اخر، يقول لك ان الفوز يتفرق هذاك، ولازم يقول لك حتى انا عملت وانا عملت، والهزيمه ما تتفرقش واحد برك. انا الهزيمه يتيمه لا اكثر ولا اقل. اليوم الدور نصف النهائي الثاني بين ايران وقطر. يعني مباراه زاد ننتظروا ممتازه. مباراه المنتخب القطري كان فاز بركله